بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ معاكم محمد ممدوح من قناه جيمز ستوربك. النهارده ان شاء الله لكم معايا تعريب لعبه باتمان اركام اورجنز. طبعا تعريب مش تعريب كامل مع الاسف، تعريب قائم ومهام فقط. مفيش طبعا ترجمه النصوص بتاعه الترجمه، هي قوائم ومهام فقط. طبعا اللعبه ملفاتها مشفره، فكان صعب التعديل عليها زي اركام سيتي واركام ايزلم. لكن الترجمه اكيد بتساعد، يعني دي برضو بتساعد، افضل من مفيش. ملف الترجمة هو هسيبه لكم في الديسكربشن. حجمه 10 جيجا. تسطيب سهل جدا كالعادة. هنسطب في مكان اللعبة طبعا. في البداية نضغط على التسطيب، هنجيب ناكس. طبعا هنا فريق أرب جيمز هو اللي عامل اللعبة. طبعا ناس مشكورين هم اللي عملوا البرمجة. فريق العمل والبرمجة عمر أحمد. دعم فني مصطفى حسن. ترجمة طبعا هي الناس اللي اشتغلوا على اللعبة. تمام. ده اللي عامل ترجمة فريق عرب جيمز. بعد ما نجيب أول حاجة نضغط على الرابط، هجيب لنا نيكست، هجيب نيكست تاني. وهنا نختار مسار اللعبة. أنا طبعا هختار مسار اللعبة فين على بالنسبة لي يعني هو أفضل يعني نختارها في مكان نعرفه عشان تيجي معانا. طبعا ساعات بيحصل مشاكل في التسطيب، فأنا أختار المسار على مثلا الديسكتوب، يعني حاجة تكون عارفينها. آه، تمام. مثلا اجيب انا على الديسكتوب اهو. مهم جدا، يعني ساعات بيحصل مشاكل في التسطيب، فممكن نسطبها في اللعبة وتعمل فولدر جوه فولدر، فتأكيد مش هتشتغل. هنا اهي كده خلاص خلصنا التسطيب. هنجيب فينش. طبعا انت طبعا ممكن الافضل نحطها في فولدر جوه اللعبة، لكن ساعات الناس بيضيعوا ترجمة منهم. ده ملف تكست مع بالترجمة الفريق عامل اللعبة. تمام. آه كده احنا خلاص سطبنا اللعبة. نروح بقى على ملف اللعبة نفسه. ناخد الملف دوت، هو بي ام جيم. هناخده كله وناخد الملف كله نعمل له نقل. نروح على اللعبة، هنجيب سنجل بلاير وهنجيب هنا هو ملف بي ام جيم. طبعا احنا هنحط اللعبة في المسار دوت هو قدامنا، وهنوافق على الاستبدال. كده التعريب بقى تمام. بقى نيجي نشغل الترجمة ونشوف التعريب معانا ان شاء الله اشتغل تمام ولا. نفتح اللعبة ونشوف. بسم الله. طبعا ده بقى بدأت العب الشنفور بشغله كنت منزل شرح على قناة القديمة بس اتمسح، ان شاء الله هنزله تاني. ده بالنسبة للعبة. بقى نفتح اللعبة باتمان اركام ونجرب نشوف التعريب بتاع اللعبة. طبعا هو قائم بس يعني مع الأسف يعني مش تعريب كامل من فريق جيمز جيمز، لكن الناس يشكروا هم حاولوا يساعدوا الناس. يعني طبعا الترجمة هي قوائم فقط ومهام. المهام دي يا جماعة أقول لكم ايه هي المهام دي اللي هي بتجيب. الترجمة يا جماعة شغالة تمام. طبعا هي قوائم بس. آه طبعا القوائم تمام. طبعا بقى اقول لكم ايه اللي هي القوائم، اللي هي ترجمة القوائم دي. اما تيجي تخش على اللعبة ومثلا نعمل آه ونيجي نعمل مثلا بدء القصة او نجيب استكمال المهام دي. طبعا هي في الاول اهي القصة اهي. دي المهام طبعا، المهام الحالية دي مهام المهمات. طبعا دي بتساعد جدا
في فهم اللعبة وكل حاجة فيها، يعني بتساعد إن تعرف القصة. يعني طبعا هي مش ده الترجمة، لكن أفضل من ما فيش طبعا، يعني جاية أفضل ما فيش بكتير يعني. بس كده. دي كان شرح ترجمة لعبة باتمان أركام أوريجين. كالعادة أسيب لكم رابط الترجمة في الديسكريبشن. طبعا دي الترجمة تشتغل على أي نسخة لعبة، في أي نسخة لعبة ستيم بقى، ايبك، نسخة مقرصنة، أي لعبة بتشتغل عليها عادي جدا. أي لعبة بتشتغل عليها ترجمة وشغالة جدا. طبعا الحمد لله قناتي دلوقتي يعني داخل على 700 مشترك. بشكر الناس حال ان هي 600 مشترك، 680 مشترك في الحوار دي. بشكر الناس جدا اللي دعموا القناة. ان شاء الله. طبعا موضوع رابط الالعاب منتهي معايا، مش هينفع انزل رابط الالعاب خالص على القناة، لان طبعا دي بتمسح القناة وتؤدي لانتهاكات اليوتيوب، منع الالعاب المكركة خالص. بس كده، ده كان شرح النهارده لعبة اركم اورجن. ان شاء الله هنزل فيديو بكره لباتمان اركم نايت، يبقى كده خلصنا سلسله باتمان اركم، ونخش بقى على السلسله الجايه ان شاء الله تكون هي سلسله ديد سبيس. لعبه ديد سبيس طبعا لعبه الرعب الاسطوري. الترجمه هتكون كامله، ترجمه شامله وكامله وكل حاجه. طبعا ترجمه ماجد العتيب، ترجمه كامله، راجل مترجم 3 اجزاء. بشكركم جدا. كان معكم محمد ممدوح. يا ريت الناس تشوفها بقدم محتوى كويس، لايك وسبسكرايب للقناه. في رعاية الله. السلام عليكم من قناة جيم ستوري. السلام عليكم.